السلام عليكم، يا رب تكونوا بكل خير وصحة وسلامة. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت بشيء من التفصيل عن نظامين الألوان CMYK والRGB، واتكلمنا عن طبيعة كل نظام فيهم وعن أهم الفروق اللي ما بينهم. النهاردة هنكمل كلامنا ونشوف ايه أهم الحاجات اللي لازم نراعيها وناخد بالنا منها قبل ما نحفظ الشغل بتاعنا وقبل ما نبعته للمطبعة. فمهم جدا لو حضرتك ما شفتش الحلقات اللي فاتت، وعلى الأخص الحلقة اللي قبل دي على طول، تروح تتفرج عليهم وترجع تكمل معانا. معاكم رامي شعبان، ودي قناة صناعية تصميم، ويلا بينا نبتدي. الشكل اللي قدامنا دوت اسمه كروس هير أو كروس، والشكل التاني دوت اسمه السينيوهات. الأشكال دي على بساطتها ليها وظيفة كبيرة جدا في إن عملية الطباعة بتاعتنا تطلع مظبوطة. إيه وظيفتها ديت؟ اتكلمنا قبل كده في إن الطباعة الأوفست بتتم على 4 مراحل ورا بعض، سواء الكلام دوت حصل في مكنة لون واحد أو حصل في مكنة 4 لون. اللون بينزل وبعدين ينزل اللون اللي بعديه وبعدين اللون اللي بعديه وهكذا. فلو لون من الألوان دي وهو بينزل على اللون اللي بعده رحل شوية أو اتهز أو ما نزلش في المكان اللي المفروض ينزل فيه بالظبط، كده الطباعة يبقى فيها مشكلة كبيرة ومش بعيد أبدا الشغل يتعاد من الأول. هنا بقى بيجي دور الكروس دوت. الكروسات دي عبارة عن علامات إرشادية. العلامة دي زي ما هي واضحة في الشكل قدامنا بتنزل في نفس المكان على الورقة في ال4 ألوان. بتنزل إما إن إحنا بنحطها يدوي في التصميم، أو إن مكنة فصل الألوان بتنزلها أوتوماتيك على الزنكات. دور الفني أو المطبعجي اللي بيشغل المكنة إنه يتأكد إن كل كروس نازل على زنكاية أو على الورقة اللي ناتجة عن الزنكاية دي اللي هي بلون مستقل، تكون الكروس ده نازل فيها على نفس المكان اللي نازل اللون اللي قبليه. احنا مثلا بنطبع اللون الازرق، طلع اللون الازرق، بعد كده بتخش على اللون الاحمر، لازم الكروس اللي في اللون الاحمر يكون نازل بالظبط وبكل دقة على نفس الكروس اللي كان في اللون الازرق، عشان لو في اي هزة او في اي ترحيلة في الكروس ده هتبان بشكل كبير جوه التصميم بتاعنا. وهكذا زي ما شيك على الكروس في اللون الاحمر انه نازل كويس على الكروس اللي قبليه، بيجي في اللون الاصفر يشوف الكروس نازل على الكروسين اللي قبليه مظبوط ولا لا، وهكذا لحد اللون الاسود. اهم حاجه ما يبقاش فيه ترحيل في الكروسات دي نهائي. وبما ان الكروسات دي شايفينها كده زي هير لاين او خط رفيع جدا، الكروس ده اي ترحيل فيه هيبان عندي، وبالتالي اي ترحيل في اي اجزاء تانية في التصميم هيكون اوضح. طيب، ده دور الفني او التطبيع. احنا بقى كمصممين دورنا ايه عشان نساعد الفني اللي بيطبع ان الترحيل دوت ما يحصلش معاه؟ مبدئيا لازم نفهم ان كل ما كان فيه عناصر صغيرة ورفيعة جوه التصميم، كل ما كانت فرصة ان اي ترحيل او اي هزة مهما كانت صغيرة تبان معانا بشكل كبير. وده بيبان اكتر ما بيبان في النصوص او التكست، خصوصا اللي بنبقى مختارين فيها فونت صغير او رفيع. لو بصينا للحرف اللي قدامنا هنلاقيه مكون من لونين، السيان والماجنتا. في الجنب اليمين هتلاقي الالوان نازله فوق بعض بالظبط، وده في حاله ان اللي معانا مكنه ممتازه والتطبيع خبره وصنايعي. هنا مفيش مشكله ولحد كده الدنيا تمام. ومع ذلك دايما في احتماليه ان يحصل الخطا اللي واضح في الجنب الشمال، واللي حاصل في الصوره ده مش ترحيل كبير ولا حاجه، ده بيسموه هير لاين او بالبلدي كده شعرايه ترحيل. وتزيد المشكله كل ما التكست بقى اصغر، وتزيد اكتر واكتر كل ما تزيد الالوان اللي احنا مستخدمينها في التكست دوت. توصلها 3 توصلها 4 تزيد المشكله، زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا. زي ما هو واضح مراجيح كل لون رايح في ناحيه. تاني حاجه معانا اختيار الفونت المناسب، حجمه ونوعه ووزنه. بلاش الفونتات الرفيعه والرقيقه واللي فيها تفاصيل صغيره، زي مثلا الخطوط اللي اسمها السيرف فونت. حاول يكون وزن الخط تقيل ويبقى بولد قدر الامكان. لو عندك تكست كبير في عناوين رئيسيه ماشي خد راحتك، انما عندك نص داخلي يبقى لازم تعمل توليفه ظريفه كده ما بين نوع الخط واللون. اتزنقت في خط رفيع يبقى ما ازنقش نفسي وانزله في اكتر من لون، وكفايه عليا لون واحد وهكذا. حاجه كمان، لو التكست بتاعي نازل على خلفيه ملونه
بنفس مبدأ مشكلة الهز أو الترحيل، وارد إن التكست دوت يظهر حوالينه إطار خفيف أبيض يفصل ما بينه وما بين الخلفية زي ما أنت شايف في الصورة كده. الحيلة اللي بلجأ ليها في الحالة دي إني بخلي لون أو أكتر من ألوان التكست مشترك مع لون أو أكتر من الألوان اللي في الخلفية. في الحالة دي حتى اللون لو هز فهيهز فوق نفسه، فتأثير الهزة دي مش هيبان. نيجي بقى للزغلول الكبير أو اللون الأسود أو البلاك اللي هو رمزه كي. بالمناسبة أنا قلت المرة اللي فاتت إن رمز البلاك كي مش بي، تمييز ليه عن حرف البي اللي موجود في اللون البلو اللي هو في الار جي بي لو احنا فاكرين. وانا بحضر الحلقة دي شفت في كذا مصدر أجنبي سبب تاني إن رمز البلاك يبقى الكي. الكي هي اختصار لكلمة كي أو مفتاح، وده سببه باختصار لأن اللون الأسود أو البلاك والزنكية بتاعته هي آخر حاجة بتشتغل، بيسموها حتى الكي بليت. فاللون الأسود بيعتبر هو المفتاح اللي بيظهر التصميم وبيوضحه وبيظهر التفاصيل والشادوز والإضاءات إلى آخره، وبنعرف ساعتها التصميم بتاعنا ككل عامل إزاي. طيب محتاجين نقول إيه في اللون الأسود عشان ما يحصلش معانا مشكلة في الطباعة؟ احنا قلنا من شوية إن التفاصيل الصغيرة والنصوص مهم جدا إن احنا نستخدم فيها أقل قدر من الألوان عشان نقدر نتجاوز موضوع الترحيل والهزة، فده كمان لازم ناخد بالنا منه في الأسود. يا سلام، وناخد بالنا منه ليه؟ ما احنا عمالين نهري في البلاك 100% والكي بليت والحوارات دي كلها، بنهري بقى تاني ليه؟ ما احنا قلنا الأسود بينزل في زنكاية مستقلة، يعني كده كده مفيش هزة. بص يا معلم، اللي بتقوله ده الصح وده العادي، انما اللي مش عادي انك ممكن تشتغل بروجكت كامل وانت منزل اللون الاسود في الاربعه لون، وكل ده انت مش واخد بالك ومش هتعرف غير لما الشغل يروح المطبعه ويرجع لك عشان تعدله، او يكون اتطبع ويرجع لك عشان لا مؤاخذه تشربه. الفكره في ان الالوان التانيه سهل قوي انك تاخد بالك ان كان في اكتر من لون نازلين على بعض. انت عارف ان الماجنتا ده لون واحد والسيان لون واحد، وعارف ان الاحمر لونين، وعارف ان الاخضر لونين، وهكذا. انما الاسود عينك مش هتشوف غير ان اللي قدامها ده اسود بس. طب ليه من الاساس يحصل الكلام ده والاسود ينزل في الاربعه لون؟ في اسباب كتير قوي ممكن تخلي الكلام ده يحصل. انك تكون مثلا اخترت من باليته الالوان بدل الاسود البلاك اسود الريجستريشن. اسود الريجستريشن ده اللي انا قلت لك عليه من شويه اللي بيبقى نازل في الكروس. الفكره ان اسود الريجستريشن ده هينزل لون 100% في الاربع في المية، فانت كده انك لميت وانهم لميتون. او انك شغال على فايل متحول من ار جي بي، هتفتح هتلاقي كل الاسود معاك اللي انت شايفه اسود عادي متحمل في الاربعه لون. او انك مثلا خدت الاي دروب وجبت لون من على صوره موجوده عندك على اي حته على الديسك توب على اي حاجه، وحبيت تعمل لون اسود او رمادي بنفس شكل الصوره دي، بس 100% اللون ده هيجي لك في الاربعه لون. اهم حاجه انت لازم تبقى دايما متاكد انك مختار اسود 100%، وساعتها مش هيفرق معاك بقى الفونت كبير الفونت صغير نوعه حجمه، انت كده كده شغال اسود بس 100%، فبراحتك مش هيهز معاك. طب هل ده معناه ان دايما اي لون اسود هحتاج اعمله لازم يبقى اسود كي او اسود 100% فقط؟ لا خالص. الكلام ده احنا دايما بنلتزم بيه في النصوص او المساحات الصغيره جدا اللي اقل هزه فيها هتبان معايا. انما في الخلفيات الكبيره مفيش مانع انك تزود الوان تانية مع الاسود. ليه؟ هقول لك ليه. عارف انت مقوله ان الاسود درجات والابيض درجات؟ المقوله دي حلوه بس مش كلها صح. الابيض عمره ما كان درجات، على الاقل عندنا احنا كمصممين الابيض ابيض، واي حاجه غير كده ممكن نشوف لها اسم تاني نسميه. انما الاسود فالاسود فعليا ليه درجات ودرجات كتير كمان، ممكن يبقى اسود بهتان، اسود فاتح، اسود محمر، اسود زاهي، وهكذا. ومن افضل الطرق اللي بتطلع بيها لون اسود في الخلفيات انك تعمل توليفه بين ال 100% الاسود اللي ثابت معانا ومزيج تاني من الالوان التانيه عشان تطلع اللون الاسود اللي بيتقال عليه اللون الريتش بلاك او اللون الاسود الغني. المزيج ده ملوش قاعده ثابته وبترجع لراحه كل مصمم وتعوده. في ناس بتحب تنزل 20 في كل لون مع الاسود، وناس بتحب تنزل 30. ممكن لو انت محتاجه يبقى محمر شويه تزود في الاحمر شويه، لو انت محتاجه مزرق شويه تزود في الازرق شويه، وهكذا. ملهاش قاعده ثابته وليها اكتر من توليفه، بس اهم حاجه ما تزودش نسبه اجمالي الالوان عن 230 او 240 للاسباب اللي قلناها المره اللي فاتت. وبرضه لو ما شفتش الحلقه اللي فاتت ارجع بص عليها، هسيب لك برضه اللينك فوق. اخر حاجة عايزين نتكلم عليها في علاقة الالوان بالتكست والتكست الاسود زي ما بنكمل كلامنا عليه. احنا دلوقتي بنتكلم عن الاسود 100%. قلنا ان الاسود لو 100% اسود وزيرو في كل الالوان التانية، ده معناه ان احتمالية هز اللون تكاد تكون منعدمة. الكلام ده اللي اتفقنا عليه من شوية.
طيب دلوقتي الاسود بتاعي ده لو نازل على خلفيه ملونه، هل في احتماليه للهز؟ في احتماليه للهز. احتماليه الهز والترحيل مش هتكون في التكست نفسه، لكن هتكون في العلاقه ما بينه وما بين اللون اللي وراه. في الصوره اللي احنا شايفينها ديت الاسود مش مهزوز، لكن الاسود مش نازل كويس على الخلفيه الماجنتا اللي وراه، فهنشوف ان في هزه عباره عن اللون الابيض اللي حوالين التكست الاسود دوت. الهزه دي حصلت ليه وسببها ايه ونعمل ايه عشان ما تحصلش تاني؟ عشان نفهم الكلام ده كله لازم نفهم مفهوم مهم جدا، هو مفهوم التفريغ اللي بيحصل ما بين الالوان. احنا معانا دايرتين زي ما احنا شايفينهم دلوقتي في الصوره. لو حركنا الدايره السيان دي حطيناها كده فوق الدايره الماجنتا، هما ستيل لسه دايرتين، انا شايفهم دايرتين وانت شايفهم دايرتين، انما البرنامج مش شايفهم كده. البرنامج شايفهم دايرتين متقاطعتين، والتقاطع هو اللي بيمثل الجزء دوت. ايه اللي بيعمله البرنامج؟ احنا اتفقنا ان الالوان دي الوان شفافه، فلو الدايره دي السيان اتطبعت بالكامل على الدايره الماجنتا، التقاطع ما بينهم دوت هيعمل لي لون تاني. زي ما احنا شايفين السيان نزلت بالكامل على الدايره الماجنتا بالكامل، فعمل لي التقاطع ما بينهم لون بلو. فعشان المشكله دي ما بتحصلش، البرنامج ما بيشوفش الدايرتين بالطريقه دي. احنا لو جينا نخفي البليت او الفيلمه او اللون السيان بتاعي بالطريقه دي، فهنلاقي ان البرنامج شايف الدايره الماجنتا دي متاكل منها قيمه التقاطع. هي ستيل دايره زي ما هي كده، بس هو مطلعها، هيطلعها في الطباعه متاكل منها قيمه التقاطع دوت. لان لو التقاطع ده ما ظهرش عندي بالشكل ده، هيحصل المشكله اللي احنا شفناها من شويه، ان هما مش هيبقى مجرد دايره سيان راكبه على دايره ماجنتا، لا، ده لو خلى التقاطع ده ستيل يفضل موجود معايا، اللي هيحصل ان التقاطع ده هيعمل لي لون جديد. ده بكل اختصار فكره التفريغ اللي ما بيحصل ما بين الالوان. لو رجعنا تاني للشكل بتاعنا ده، لو افترضنا ان اللون الابيض ده معايا لون اصفر مثلا، الاصفر دوت عشان يطبع على لون ماجنتا زي ده، فبيحصل ايه؟ لو خفيت الشانل الصفراء لازم يفرغ لي تحتيه في اللون الماجنتا. لو خفينا الفيلمية الصفراء هنشوف تحتيها، هنلاقي ان الفيلم او البليت الماجنتا بتاعتي بتطلع بالشكل ده، ما فيهاش حاجه هنا، عشان اللون الاصفر ينزل براحته كده على الفراغ الابيض دوت، فيعمل لي لون اصفر 100% يلو. ليه؟ لان لو حصل وان البليت الماجنتا دي مش متفرغ فيها الاصفر ده، فالاصفر هينزل عليها هيروح مديني لون تاني خالص اللي هو اللون الريد. ليه؟ اللون اللي هو اندماج الاصفر مع الماجنتا بيديني ريد، فلو ما حصلش التفريغ دوت اللون ده هيديني كده. فعشان ما تحصلش المشكلة دي، لا، اللون الاصفر بتاعي لازم يتفرغ تحتيه في اللون الماجنتا. حلو الكلام، حلو الكلام، بس ده ايه علاقته باللون الاسود بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه؟ اللون الاسود مختلف عن كل الالوان، انه لو نزل على اي لون تحتيه من غير تفريغ هيظل برضو اسود. اللون هيتغير تغيير طفيف جدا زي اللي اتكلمنا عليه من شويه لما كنا بنتكلم عن الترو بلاك او الريتش بلاك. احنا اتكلمنا من شويه ان انا في المساحات الكبيره اقدر ان انا ادي اللون الاسود مزيج من الالوان التانية، بمعنى انا عندي 100% بلاك واتفقنا عليه ان هو هيبقى 100% بلاك، اقدر اديله 10% من السيان، 10% من الماجنتا، 10% من اليلو، او اي خليط تاني حبينا نعمله عشان نديله اناقه اكتر وزهيان اكتر. تمام، بس قلنا الكلام ده مش هنعمله في التكست، واحنا لسه عند كلامنا، احنا مش هنعمل الكلام ده في التكست. التكست بتاعي هيفضل زي ما هو اسود 100%، عشان ما اجيش كل ما انزل لون عن تاني يبقى في احتماليه للهز. بس اللي انا هعمله هنا ايه؟ ان انا بقول للاسود بتاعي بدل ما هو مفرغ تحتيه بالمنظر دوت، بقول له لا، اعمل لي اوفر برنت فيل، فالاسود بتاعي هينزل على الماجنتا بتاعتي مش متفرغه. فهنا مفيش اي احتماليه ان الاسود نزل كده او نزل كده او نزل كده، مش خايف ان اللي تحتيه يفرغ ابيض. وبما اننا بنتكلم في تكست وحاجات صغيره، فالتغير الطفيف اللي اللون دوت هياخده مش هيأثر عليه، وهيفضل لاي حد يشوفه اسود زي ما هو، ومش هيبقى عندي قلق
ان انا اخاف لدرجات الاسود اللي في التكست تهز، لان انا كده كده مختار اسود بس، ومش هيبقى عندي خوف ان الاسود بتاعي يهز مع الخلفيه فيعمل لي اطار او شعرايه بيضه حوالين الاسود، لان انا بقول له ما تفرغش تحتيه، فالاسود هينزل باي طريقه، اتهز يمين اتهز شمال، كده كده مش مفرغ تحتيه، فالاسود مطرح ما هينزل هيديني لون اسود بالكامل من غير اي شعرايه او شفه او هزه او اي حاجه بيضه حواليا. بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنعمله من القائمه اللي انا قلت لك في حلقه قبل كده عايزها اعز اصحابك، قائمه اتريبيوتس. القائمه ديت اللي بنختار ما بينها ان اللون ما يفرغش تحتيه، وطبعا احنا بنعمل الكلام ده في اللون الاسود بس، وبكرر في اللون الاسود بس، لان اللون الاسود هينزل على اي لون تاني هيفضل اسود برضو زي ما احنا بنتكلم. بنعمل اوفر برنت فيل لو انا معايا الفيل بتاعي اسود، او بنعمل اوفر برنت ستروك لو احنا عندنا الستروك بتاعي هو اللي انا عايز اخليه اسود. اخر حاجه عايز اقولها النهارده، خد بالك خد بالك خد بالك، وارجوك ارجوك ارجوك خد بالك من علاقه الابيض بالاوفر برنت فيل. اوفر برنت فيل دي قلنا بيعمل ايه؟ ان هو بيخلي التكست بتاعي ما يفرغش تحتيه. لك ان تتخيل بقى ان انا اجي على الابيض اللي نازل على خلفيه ملونه واقول له ما تفرغش تحتيه، ايه اللي هيحصل؟ هو بالمناسبه هو هيديني الرساله دي، بس كتير قوي احنا ما بنقراش الرسائل، وكتير قوي ممكن نقول له بروسيد او نعلم له دونت شو اجين وانا مش واخد بالي الرساله دي تقرا ايه. فانا مش هقول له دونت شو اجين عشان الكارثه دي ما تحصلش، ودايما البرنامج يحذرني. انا لو عملت له بروسيد هيحصل الاتي: الابيض مش هيفرغ تحتيه. زي ما قلنا الابيض مش حبر بينزل، لا الابيض هو الورقه البيضه بتاعتي، فانا لما افرغش في الحبر اللي تحتيه الابيض هيحصل له كده، هيختفي معايا ومش هيبقى موجود. وده برضو اللي يبرز اهميه القائمه بتاعه سيبريشن بريفيو اللي قلت لك عليها قبل كده. لو انا مش ظاهرها مش هيقول لي ان انا عندي كارثه بتحصل، اما بقول له اوفر برنت بريفيو هو بيوريني اللي بيحصل في التشانلز. فارجوك اوعى تقول لي الابيض اوفر برنت فيل، وارجوك قبل ما تطبع اظهر قائمه سيبريشن بريفيو وعلم على اوفر برنت بريفيو عشان يوريك الحاجات اللي ممكن تحصل عندنا. الموضوع دوت قد يكون صعب انه يحصل، وقد يكون فيه رساله تحذيريه، بس انا بحكي لك من واقع تجربتي. الكلام ده حصل معايا وحصل قريب جدا. اللي حصل ايه؟ ان انا كان عندي ديزاين اتطبع قبل كده كتير اللوجو محطوط فيه باللون الاسود، واحنا اتفقنا ان ما دام لون اسود نازل على خلفيه عشان اعفي نفسي من اي هزه تحصل، فانا بقول له اوفر برنت فيل ما تفرغليش تحت اللون الاسود. ولاني للاسف ما كنتش مفعل الخيار بتاع اوفر برنت بريفيو، فروحت عامل كده وما راجعتش، لان انا مراجع قبل كده وعامل اعدادات الطباعه كلها ونسيت افعل دي، لان زي ما قلت انا خلاص انا مراجع انا عارف الالوان كلها رايحه فين، ونسيت خالص وبعته المطبعه. اول ما طلع من المطبعه لقيت الفايل بتاعي ما فيهوش لوجو. انت متخيل المأساة اللي حصلت؟ فارجوك خد بالك ان الاوفر برنت فيل ما ينفعش مع اللون الابيض، وخد بالك ان انت كل مره لازم تفعل قائمه سيبريشن بريفيو وتفتح الاوفر برنت بريفيو عشان تشوف ايه اللي بيحصل عندك في الالوان. الكلام ده مهم جدا يا جماعه، ولازم ناخد بالنا منه جدا. الكلام ده لو حصل مع لون زي اللون الاصفر مثلا هاخد بالي ان في حاجه غريبه، انا كنت عامل التصميم دوت لونه التكست فيه اصفر، لا في حاجه غريبه. انما هيحصل ان انت مثلا مش واخد بالك ان المكان ده فاضي، او انت اصلا مش مفعل القائمه دي وهتبقى كارثه. غير برضو انت احيانا لو حبيت تطبع بروفا في بعض انواع الماكينات ما بتتعاملش مع السي ام واي كي زي ما احنا بنشوفه كده، فهي مش هتاخد بالها ان دوت معمول له اوفر برنت فيل، وهتطلع لك في البروفا اللون ده موجود بالفعل، ودي هتعمل لنا كارثه لازم ناخد بالنا منها. دي كانت اخر حاجة عايزين نقولها النهاردة بالنسبة لموضوع الالوان وموضوع التكست. الحلقة الجاية باذن الله هتكون الجزء الثالث نتكلم فيها عن السبوت كولر او السبيشال كولر، ونعرف فيها يعني ايه احمر مارلبورو او احمر فودافون او ازرق بيبسي، وهنتكلم عن اللون الذهبي واللون الفضي وازاي نقدر نعملهم. كل دوت هنتناقش فيه الحلقة الجاية، فما تنساش تستنانا وتتابعنا. كان معاكم رامي شعبان على قناة صناعية تصميم. لو عجبتك الحلقة اعمل لنا لايك، ولو استفدت منها شاركها مع أصدقائك المصممين عشان يستفادوا هم كمان، واعمل لنا سبسكرايب عشان لسه في حاجات كتير عايزين نتكلم عنها، عن الطباعة والتصميم وحاجات كتير من اللي ممكن يستفيد منها المصمم.
تحياتي، مع السلامة.